القصة النهاردة عن السفاح اللي الشرطة مشكتش فيه. في يوم من الأيام كان في شاب طويل القامة ومهذب، صوته هادي وذكي لدرجة إنه كان بيقعد يحلل الجرايم مع رجالة الشرطة، بس اللي محدش كان يعرفه إن هو نفسه كان المجرم اللي بيدوروا عليه. النهاردة هحكي لكم قصة إيد كامبر، الرجل اللي قتل أمه و7 ستات، وبالرغم من ده محدش كان شاكك فيه لسنين. تعالوا بقى نتعرف على إد كامبر وطفولته كانت عاملة ازاي. إد اتولد سنة 1948 في كاليفورنيا. أبوه سابه وهو صغير، وأمه كانت بتكرهه وبتقول إنه عمره ما هيبقى راجل. كانت تحبسه في القبو وهو طفل وتمنعه يقرب من إخواته البنات. إد كان ذكي جدا، لكنه بدأ يبقى عنده ميول غريبة. كان يدفن الحيوانات وهي صغيرة، ويقطع رؤوس القطط بتاعته ويحتفظ بها في الفريزر. علاقته مع أمه كانت سمية جدا، وده شكل جزء كبير في شخصيته الإجرامية. مامته طبعا ما كانتش على اتفاق معاه وزهقت منه ومن أسلوبه، فبعتته إنه هو يعيش مع جدته وجده في المزرعة، وهو كان عنده وقتها 15 سنة. في يوم دخل في خناقة مع جدته، جاب البندقية وضربها، ولما جده رجع قتله هو كمان. ولما سألوه قال جملة غريبة جدا: ما كنتش عايز جدي يشوف جدتي مقتول. اتحكم عليه يدخل مصحة نفسية وقتها، والأطباء وقتها قالوا إنه عبقري ومعدل ذكائه 145، لكن كان بيعرف يمثل كويس. بعد 5 سنين في المصحة أقنع الأطباء إنه تعافى بذكائه. خرج سنة 1969 واشتغل في الأشغال العامة، وكان بيساعد الشرطة في التحليلات، لكن الحقيقة إنه كان بيحضر للأسوأ من كده بكتير. ما بين بقى سنة 1972 لسنة 1973 إيد كامبر قتل 6 طالبات جامعة وصديقة والدته. كان بيقف بالعربية بتاعته ويعرض المساعدة للبنات تركب، يوصلهم لمكان مهجور ويهددهم بمسدسه، وبعدها يخنقهم أو يطعنهم، ويحتفظ بالجثث أحيانا ويمارس عليهم أفعاله المريضة، وكان بياخد رؤوسهم مع البيت. هحكي لكم مثلا جريمة من الجرائم اللي هو عملها. في طالبة اسمها سينيسيا شال، خطفها وقتلها، وبعدها قطع راسها واحتفظ براسها عنده في البيت. وقال في التحقيقات: كنت بكلمهم بعد ما يموتوا، كنت حاسس اني بتحكم فيهم للمرة الأولى. كل الجرائم والأخطاء اللي كان بيعملها دي كان إد بيشيلها لمامته. إد كان دايما يقول أمي كانت السبب في كل حاجة. ولذلك في إبريل سنة 1973 بعد خناقة عادية جدا بينه وما بين والدته، وأثناء نومها دخل عليها أوضتها وضربها بالمطرقة على راسها. بعد كده قطع راسها وقعد يتكلم مع الراس وحطها في وضع ساخر على الرف كأنه بينتقم منها بالظبط. وبعد ساعات جت واحدة صاحبة مامته تخبط عليها تسأل عليها. لما خبطت عليها وسألت عليها وجت عشان تشوفها، كان هو خبى الجثة. وأول ما شافها وقالت له مامتك فين وحست منه بارتباك، راح قاتل والدة مامته كمان وخبى الجثث وهرب. طبعا هرب وسافر بعيد وفضل يتنقل من ولاية لولاية، وبعدها بكذا يوم اتصل بالشرطة وقال لهم: أنا اللي قتلت أمي وبنات كتير. لما قبضوا عليه بقى حكى كل التفاصيل بمنتهى الهدوء، كأنه بيحكي لهم قصص كده عادي. المحققين كانوا مذهولين من عقليته، وازاي بيتكلم بالهدوء دوت، وازاي عمل كل الجرائم ديت، وازاي بيحكي التفاصيل دي كأنها حدوتة أو كأنها حاجة عادية الناس بتصحى كل يوم تعملها. ما كانش كأنه عمل جريمة كبيرة وقتل وقطع وتقطيع وحاجات غريبة كده. طبعا اتحكم عليه بالسجن المؤبد، ومش عارفة ليه اتحكم عليه بالسجن المؤبد. المفروض ده واحد زي ده ياخد اعدام، بس ممكن تكون في الولاية عندهم ما فيش حكم اعدام. لحد النهاردة إيد عايش في السجن، وشارك بكل تسجيلاته الصوتية، وقعد يتيجي طب نفسي يحلل شخصيته ويشوفوا المجرم او السفاح بيفكر ازاي، لدرجة ان الدكاترة اللي بيقولوا كان صوته هادي جدا ومريح جدا، لدرجة ان الناس بتنام على تسجيلاته مع انه كان قاتل متسلسل.
في آخر القصة عايزة أقول إن قصة إيد كامبر مش بس جريمة، دي رحلة من عقل مريض نفسي قدر يخدع كل الناس اللي حواليه. لو مهتمين تعرفوا أكتر عن تفاصيل مخيفة عن عقول مجرمين حقيقية، تابعوني على قناة وراء القصة مع منة، واستنوا الفيديو الجاي.